السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم فيديو من أخطر الفيديوهات ربما اللي سمعتها كامل في حياتك. هذا الفيديو في سنة 1947 بفلسطين، النهار اللي دخلت مع كيان الصوص أول مرة. مش كانوا يهضروا على الحسن الثاني سنة 1947، سجلها بوسبيري هذه عندك. شوفوا خوتي، هذا الفيديو كامل لايك يطير. شوفوا غير انتم اللي تسلكوا هذا الفيديو، شوف لايك كامل ما تبخلش، وروح نتفرجوا هذا الفيديو. واتحدى 99% من المشاهدين القناة انهم شافوا هذا الفيديو، واللي يرسل لي هذا الفيديو بارك الله فيك، يعطيك الصحة اخويا وجزاك الله خيرا. هاني نشكرك هنا في الفيديو باه ما تقولش ما شكرتنيش. اسمعوا ايش كان يقول على الحسن الثاني، اسمعوا. وعندما توجه نضالكم ضد الرجعية المغربية ازداد التصاقنا بثورتكم، فنحن في الثورة الفلسطينية لا نواجه إسرائيل والصهيونية فقط، بل نواجه الرجعية العربية المتحالفة مع الحركة الصهيونية. نحن في الثورة الفلسطينية نعتبر العميل الحسن الثاني. لا عاودها يسمعوها المراركة. الحسن الثاني اللي راكم ظالين تزوخوا به وكليتونا راسنا به في التعليقات، اسمعوا ايش قالوا عليه. نعتبر العميل الحسن الثاني، نعتبر العميل الحسن الثاني، نعتبر العميل الحسن الثاني عدوا لنا كما هو عدو لكم. با 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 بوكش قال لكم نعتبر العميل الحسن الثاني عدوا لنا كما كيان الصوص. من بكري في 1947 مازال ما ديتوش الاستقلال، نتوما ديتو في 1956، يعني قبل ما تدوا الاستقلال وكنتوا خوان. يا ودي التاريخ مراركة والله ما عندكم وين تهربوا. وعندما تمت اتفاقية كامب ديفيد بين النظام المصري العميل والكيان الصهيوني، ارتفع صوت الحسن الثاني الخائن ليقول بأن تحالف العرب مع التكنولوجيا الصهيونية هي التي ستجعل من هذه المنطقة جنة. الله عاود رجعها لي واسمعوا خوتي. هذا راه الرنه هذه رانا نسمعوا فيها اليوم، هذا تحالف المروكي مع كيان الصوص والدرون، نفس المقوله في 1947 قالها لهم الحسن الثاني اب عن جد يا المراركه. عندما تمت اتفاقيه كامب ديفيد بين النظام المصري العميل والكيان الصهيوني، ارتفع صوت الحسن الثاني الخائن ليقول بأن تحالف العرب مع التكنولوجيا الصهيونية هي التي ستجعل من هذه المنطقة جنة. ارتفع صوت الحسن الثاني الخائن ليقول بأن تحالف العرب مع التكنولوجيا الصهيونية هي التي ستجعل من هذه المنطقة جنة، أي أن الحسن الثاني الخائن هو أول من دعا إلى تحالف الرجعيين العرب مع الكيان الصهيوني. با على بالك هذه الضربة في 90 مروكي، هذه في 90. شوف نتحداك تترك تعليق في قناة ابن الدولة الجزائرية، راني نقول لك الارشيف واعر انتم خلطتوا، وحنا عندنا رجال بارك الله فيهم اللي راهم يبعثونا في الفيديو كيما هكذا في الارشيف، راهم كثر خيرهم يعني بزاف في الصفحة راهم يبعثوا. هذون ولات رجال، هذون يعرفوا تاريخ مليح. بصح المروكي واش سلخا مبرحا. فيديو هذا راح ينتشر كالنار في الهشيم، راح يشوفوه كامل العرب خوتي، كامل لايك وكامل اشتراك، خلي العرب كامل يشوفوا التاريخ الحقيقي نتاع المملكة المروكية، كيف كانوا يتآمرون على فلسطين قبل ما يجوهم كيان الصوص. كي قلت لكم انتم هما كيان الصوص ما غلطش. ولهذا فنحن ننظر بإعجاب شديد إلى نضالكم البطولي ضد هذا الخائن العميل. فلسطينيين في 1947 سموه الخائن العميل، ماهوش ابن الدولة الجزائرية اللي سماه ولا سموه الجزائريين، هما فاقوا لكم باللي بعثوا القضية من هذاك الزمان. يا بابا التاريخ واعره. هيا مروكي مالا نتلاقاو في ارشيف واحد اخر، واجد روحك مروكي وربط سانتورتك معايا لانني سانزع لك البنطلون. تحياتي لكم جميعا، سلام. مروكي طير له النوم درك.